السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وكالعادة وزي كل يوم معانا شوية أخبار إن شاء الله تعجبكم. يلا بينا منطولش عليكم، وزي كل مرة أحب أفكركم قبل ما نروح للأخبار اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، اللايك التمام. من فضلكم قولوا لي رأيكم في الأخبار الرياضية اللي أنا بجيبها لكم. يلا بينا على أول خبر. وسام أبو علي سيخضع لفحص طبي اليوم للتعرف على حالته، وسيتواجد بنسبة كبيرة في قائمة الفريق أمام صن داونز. كريم الدبيس سيخضع لفحص طبي آخر وقد يشارك في مران الفريق يوم الخميس، ولكن لن يتم المغامرة به في مباراة صن داونز الجمعة القادمة. أصبح محمد بن رمضان خارج حسابات الأهلي، وإليو ديانج هيكمل مع الأهلي الموسم المقبل مع تجديد عقده. بمجرد إبلاغ الجهاز الفني في الأهلي بضم زيزو سواء قبل الإعلان الرسمي أو بعده، سيتم تكليف الجهاز الطبي بإجراء مقياسات بدنية شاملة لزيزو، ومن ثم التنسيق مع مدرب الأحمال لوضع برنامج تأهيلي مكثف له ليكون زيزو جاهزا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية. الأهلي يواجه باتشوكا وديا في أمريكا يوم 8 أو 9 يونيو استعدادا لكأس العالم للأندية. الأهلي يتسلم مكافأة مشاركته في كأس العالم للأندية 9.5 مليون دولار من الفيفا في نهاية الشهر الجاري. يستأنف فريقنا تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على أن يدخل معسكر يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة صن داونز. علي معلول خارج حسابات كولر في مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا. مصطفى العيش هو المرشح الأبرز لشغل الجبهة اليسرى مجددا في مواجهة الإياب بين الأهلي وصن داونز يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي. ريشار يواصل قيادة الخط الهجومي للأهلي في مواجهة الإياب أمام صن داونز. حسام حسن أبلغ اتحاد الكرة بعدم رغبته في إقامة معسكر للمنتخب في نيو القادم سبب غياب اللاعبين وفرص مواجهة جزر القمر، بينما يتمسك الاتحاد بإقامة مباراة ودية للحفاظ على التصنيف، ومن المنتظر عقد اجتماع لحسم القرار قريبا. طرائف وبدون تعليق. الكابتن عفت نصار بيقول الزمالك راكب الأهلي نتيجة وبطولات آخر 3 سنين، وانا بقول له اتغطى كويس وانت نايم بالليل يا كابتن. وبهنا احبابي واصحابي الاهلاويه رجاله في كل مكان نكون وصلنا لاخر خبر معانا النهارده. يا رب تكون اخبارنا عجبتكم. ما تنسوش اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، اللايك التمام، كومنت قولوا لي في رايكم في الاخبار اللي بجيبها لكم. اشوفكم بكره على الف خير. سلام.